يحبك كثيرا لأنك ستقضي إجازتك بين هذه المناظر، ولا تقول لي أبو حميد انتقى صورة من مكان واحد في باريس، فكل باريس هكذا. القمامة لم تجمع من الشوارع ل8 أيام متتالية. يقدر إجمالي وزن القمامة الموجودة في شوارع باريس الآن ب6000 طن. سابقا كنت تلمح جرذا فأرا في الشارع، لكن الآن هي البيئة المفضلة لعوائل الجراذين. إنها ديزني لاند بالنسبة لهم، المكان المثالي للمرح والتكاثر والأكل والشرب. مدينة الأنوار، مدينة الأزياء، مدينة البارفانات، كيف بدت لسكانها الآن؟ إنه أمر فظيع، الرائحة كريهة، المكان قبيح، الفئران والجرذان في كل مكان، رأيتهم هنا. هذه مشكلة بالطبع، ولكن لدينا كلنا مشاكل وفي كل المجالات، ويجب أن ننضج. يا لها من كارثة، لا يمكن حدوث مثل هذا في فرنسا. إنها قذرة. لا أعرف ماذا تفعل عمدة باريس، ولكن باريس قذرة. أما سبب تكدس القمامة بهذا الشكل فهو إضراب عمال النظافة احتجاجا على قانون رفع سن التقاعد، ويقضي برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، كما يرفع أيضا مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 إلى 43 سنة، وذلك لكي يحصل المتقاعد على كامل راتبه التقاعدي من دون أي خصومات، مع العلم أن سن التقاعد لعمال النظافة هو فقط 57 عاما. كيف رأيتم أنتم تجمع القمامة واحتجاجات العاملين في قطاع النظافة في باريس؟ هذا محمد بالحاج يقول الحكومة تحب تقول من العمل إلى القبر. هذا المقصد شيء آسف على الأنانية. أشرف بن عمر يقول لك حتى القمامة نتاعتهم منظمة ومستورة، لا يرى في المنظر شيئا. أما بالنسبة لأمين فقال هذه الشعوب التي تعرف كيف تسترد حقوقها من شرذمة هي من أنجبها. توفيق كنينة يقول لك البرجوازية الحاكمة نهبت صناديق تقاعد المأجورين وتريد الآن حل أزمة الصناديق على كاهلهم. الإضراب اليوم وبعده لا بديل. خالد يقول لك خالد الناس اللي ما تسمحش في حقها بالرغم أنه